مش كل اللي بيبدأ بيكمل، وكتير عندهم فكرة حلوة بس مفيش مهارات تشيد الفكرة. لو عايز تبقى رائد أعمال ناجح فعلا، النجاح مش في إنك تبدأ، النجاح إنك تكمل وتكسب. وعلشان تكمل لازم يكون عندك المهارات اللي تشيد الفكرة، مش بس الفكرة نفسها. في الفيديو ده هقولك على 5 خطوات أساسية من غيرهم المشروع يفشل حتى لو بدأ قوي. أول مهارة أساسية هي إدارة الوقت، التايم مانجمنت. مش معنى إنك شغال طول اليوم إنك شغال صح. الناجح هو اللي بيعرف يشتغل على الأهم مش الكتير. لو مش منظم معظم وقتك هتغرق في التفاصيل. المهارة التانية حل المشكلات والتفكير النقدي، critical thinking. كل يوم في تحدي جديد، كل يوم عندك مشكلة شكل. الفرق مش في المشكلة، الفرق في طريقة التفكير. تفكير سريع منطقي، بتهرب من حل المشكلات، بتواجه وبتحل ولا لا. المهارة الثالثة مهارة التفاوض، النيجوشيشن. مهم جدا، هتشتري، هتبيع، هتتعامل مع جيرانك في الشغل، في الشارع. مهارة مهمة جدا وهي مهارة التفاوض. رائد الأعمال الناجح بياخد أفضل صفقة بأقل مجهود. التفاوض بيساوي فلوس، وقت، وعلاقات. المهارة الرابعة مهارات البيع، سيلز. لو معرفتش تبيع مهما كانت فكرتك عبقرية محدش هيشتري منك. اوعى تعتقد ان البيع بالكلام، لا، البيع بالثقة، بالحل، بالإقناع، بالجودة. واللي يبيع مرة يقدر يبيع 1000 مرة. المهارة الأخيرة هي التفكير الاستراتيجي. النهاردة مهم بس بكرة أهم. انت رايح فين وبتخطط لإيه؟ لو مش شايف الطريق أي خطوة هتكون غلط. الخلاصة، الفرق بين اللي عنده فكرة مشروع واللي عنده مشروع ناجح. ال5 مهارات دول ابدأ طور في نفسك قبل ما تطور فكرتك. اكتب لي في الكومنتات ايه المهارة اللي شايف نفسك محتاج تشتغل عليها، وحابب الفيديو الجاي يكون عن ايه.